في الألفية الجديدة اقتحمت حياتنا بقوة الاستوديوهات التحليلية لماتشات الكورة، وزرعت في حياتنا مصطلحات كتير منها الثقافة الكروية والوعي التكتيكي والثبات الانفعالي، لكن يبقى مصطلح راس الحربة ال9.5 هو الأشهر في الفترة الأخيرة، وهو المهاجم التاني اللي بيجي من تحت من غير رقابة، اللي بتكون كلها مركزة على راس الحربة الأساسي اللي بيطلقوا عليه المهاجم رقم 10. الزمالك برضو انفرد باختراع مركز جديد في كرة القدم، بس الجديد في الموضوع انه مش في الملعب، بره على دكة البدلاء. المركز ده هو المدير الفني ال9.5 اللي هو قاعد عامل فيها مدرب عام، يعني الراجل التاني في الجهاز، بس الحقيقة اللي اثبتتها الايام انه المدير الفني المؤقت الدائم اللي بيتولى المهمة اول ما المدير الفني ياخد استمارة 6. حد فاهم حاجة؟ مين اللي بيقوم بدور المدير الفني ال9.5 يا ولاد اخر موسمين ومستمر في نفس الدور للموسم الثالث بنجاح منقطع الجماهير؟ ايوه، سامع واحدة هناك بترقع بالصوت الحياني وبتقول كابتن محمد صلاح المدير الفني المؤقت الدائم مدرس رياضيات وفرنساوي عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. كابتن صلاح من بداية موسم 2014-2015 هو العنصر الوحيد الثابت في كل الأجهزة الفنية المتغيرة بمعدل كل 100 يوم جهاز. كابتن صلاح اشتغل مع كل دول، بس في عامل مشترك في رحيل أكتر من مدير فني من اللي فاتوا. الشاطر فيكم يقول لي إيه هو؟ أيوة، سامعك اللي قاعدة ورا. حط محمد صلاح. تولى المهمة الكابتن صلاح كمدير فني مؤقت 3 مرات، قبل حسام حسن، بعد باتشيكو، بعد ميدو، وفي الطريق للمرة الرابعة على التوازي بنجاح منقطع الجماهير بعد استقالة أو إقالة أو خناقة مؤمن سليمان برعاية الكابتن مدحت شلبي. خلاصة الموضوع إن كل المديرين الفنيين اللي وردوا على الزمالك من موسمين وحتة تشابهوا في إن كلهم ما كملوش مدة تعاقدهم اللي تعاقدوا عليها. الأجانب طبعا، لأن المصريين ملهمش ملهمش مدة تعاقد ومشيوا أوام. العامل الثابت الوحيد المستمر في كل الأجهزة الفنية كابتن صلاح اللي بيفضل ويتوغل ويحضن. ويلا بينا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا وننبهر بالخبر الجديد جدا: محمد صلاح مدير فني جديد للزمالك.